بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. انا النهارده هعمل معاكم مكرونه، اللي هي الاقلام دي. تمام، هعملها معاكم وهعمل معاها ايه؟ فراخ شاورما. خلاص، صدور يعني اللي هي زي بتاعه البانيه دي. شاورما. خلاص. يلا نذكر الله كده الاول كده. نضرب الطماطم، نحط الطماطم تتسبك على النار، وبعدين ايه؟ نجهز حاجتنا كلها. احنا طبعا متفقين احنا كده لسه ايه جايين من الشغل. خلاص. فضينا كده الطماطم في المصفى. ماشي، بسرعة بسرعة كده حاجتنا تبقى مظبوطة. احنا اتفقنا طبعا الحاجة اللي بتاخد سوا على النار هي اللي تتعمل الاول وتتسبق براحتها. مش حطيت شوية من الزيت، وكام فص توم كده، نص معلقة توم كده. أنا طبعا انتوا عارفين ان التوم عندنا ايه، انا ضرباه في الكبة وحاطاه في الفريزر، بطلع منه ايه لما بعوز، من غير ملح من غير اي حاجة. خلاص. توم فقط لا غير. ماشي، هنا ايه حطينا الصلصة اهيت. طماطم على النار. ملح، حطينا الملح بتاعه. شوية فلفل اسمر، شوية كمون، وشوية شطة، وشوية كزبرة. خلاص. اهو كده الاكل كان مظبوط، هنقلب ونسيبها براحتها خالص خالص ان هي ايه تتسبك. ماشي. اهو. نغطي، ننقلها بقى على العين دي، ويلا بينا نجهز حاجتنا التانية. بسم الله ما شاء الله. جبنا الملح ده، توم بودر وبصل بودر. ماشي، حطينا شوية خل وزبدية. ماشي، طبعا دي احنا عارفين دي مش هتاخد سوا ولا اي حاجة. خلاص. اهي. الملح، شوية فلفل اسمر، شوية شطة صغيرين، كزبرة. نقلب كده في بعضه. ماشي، نركنها بقى على جنب. احنا طبعا انت عندنا التسبيكة على النار. خلاص، ولسه في سليق مكرونه. هنا جبنا بقى نص كيلو كده من البانيه وقطعناه ايه شرايح. ماشي اهو، زي ما بنقطعه كده. ماشي اهي. شرايح كده ايه، بالعرض بالطول زي ما انت تحبي. قطعه صغيره مفيش مشكله خالص، كله من ده على ده هيبقى جميل جدا. طب انا هنا ما عنديش فلفل الوان، اعمل ايه؟ الفلفل الاخضر يسهل الدنيا، مفيش مشكله خالص. ماشي اهو. ظبطي نفسك في بيتك باي حاجه، باقل امكانيات. ماشي اهو. بص الشرايح دي جميله جدا، كان طعمها تحفه بصراحه، والتغيير حلو، مطلوب يعني، مطلوب التغيير. ماشي اهوت. نحطها بقى على الخلطه اللي انا عملتها، الزبادي والبهارات دي كلها. نقلبها كده، واحطها في التلاجة بقى ايه تتبل مع نفسها كده شويه حلوين. ماشي. وبعد كده بقى ايه نشوف احنا هنعمل ايه. خلاص. طيب احنا هنا قلنا نقلي بقى شويه بطاطس كده معانا. جبنا زي كيلو كده من البطاطس او كيلو الا ربع، ونخرطه. تمام. نقطع ايه صوابع كده. كنت ممكن اعملها شيبسي بس بصراحة لا. الطريقة دي حلوة برضو مش وحشة، اللي هي اللي بتاعت الصوابع دي. تمام. بس انا سنت هنا على الرخامة، كنت تعبانة مش قادرة. واحد بيجي من الشغل بصراحة هلكان. الحمد لله. نخرط بقى البطاطس. يعني انا بعمل كده في الاكل بصراحة، وحبيبة ورايا يعني مش بتسيبني. بتعمل برضو البوتاجاز وكده. تنضف البوتاجاز، تغسل مواعين ورايا، تنضف ورايا، يعني البيت فيه حاجة بتاع بتشغل. تمام. كتر خيرها برضو بصراحة. احنا هنا اتفقنا ان احنا طبعا احنا ما عندناش فلفل الوان. خلاص. طبعا احنا قلنا ايه اي حاجة في البيت بتنفع. ماشي، نقطع بقى الفلفل دوت ايه شرايح برضو كده. ماشي اهو، نشيل منه البذر اهم حاجة. اهوت. تمام. بس احنا اتفقنا طبعا ايه نطفي نشيل منها البذر. ماشي اهوت. بس كانت بصراحة في قرن شطة كده طلع نار نار نار. المهم اهو مقطعينه بقى كله ايه شرايح كده. ما تكتريش، تنسيش ان احنا عندنا بصل برضو. تمام اهو. البصل برضو هنقطعه زي ما انتم شايفين كده. اهوت. شرايح كده برضو، يعني 3 4 بصلات كده. ماشي. نقطع الكمية كلها من البصل.
اتفقنا ان هو يبقى شرايح براحتك. برضو عايزه تقطعيه كده يعني جزل صغيره كده، مفيش مشكله برضو براحتك كده. ده مظبوط وده مظبوط اهوت، والتسبيكه كانت خلاص تمام. يعني عايزه شويه كده نوطي عليها ونسيبها براحتها، وانا حاطين ميه المكرونه ماشي. ونقلي بقى معانا ايه البطاطس، خلاص براحتها خالص كده. نقلي البطاطس نسيبها بقى براحتها على ما المكرونه تستوي وبجد يا دوبك مجرد ما اشيل البطاطس هروح حاطه الشاورما على طول على النار تمام. وهنا كانت التسبيكه اهي، وطي عليها وسيبيها معاكي لسه للنهايه ماشي. بسم الله ما شاء الله. حطينا ميه المكرونه اهي، والمكرونه كمان حطيناها على النار ماشي. نقلب. ملح، نسيت احط ملح انا في الميه، حطيت بقى مع المكرونه اهيت تمام اهو. كل شويه نبص على التسبيكه كده مفيهاش حاجه يعني ماشي. هنا كنا التسبيكه خلصت والمكرونه كمان اتسلقت ماشي. وحطيت البطاطس بقى براحتها خالص على النار. هنا بقى ايه، نحط بقى التسبيكه. حطيت اهوت ونزلت المكرونه ماشي ونقلب اهي بألف هنا وشفا. احلى حاجه المكرونه لما تعمليها وتاكلي منها على طول في ثواني كده بقى، على دي بقى البطاطس هتتعمل. وهنا حطينا شويه زيت اهمت علشان الشاورما يقدحوا. ونروح نازلين بقى على الطشه دي بكل حاجه فيها، بالتتبيله بالزبادي بصي يعني جميله جميله جميله. على قد ما تقولي قولي جربيها هتعجبك جدا تمام. وحطي فلفل الوان، حطي الالوان اللي انت عايزاها، اخضر اصفر احمر، اللون اللي انت عايزاه. لو في الوان تانية حطي، مفيش مشكله خالص ماشي اهو. حطينا برضو البصل عشان يجيب معاه. الفلفل ده هيبقى اخر حاجه ماشي اهي. هنا الاكل كله كده كان على النار، وادي الفلفل نقلبه. بصراحه عجبت الولاد او بصراحه عجبت جوزي ماشي اهي. البطاطس كانت طابت، انا بشوفها عشان اشوفها طابت ولا مطابتش اهي. البطاطس كانت طابت معانا اتحمرت اهو. الاكل بص تحفه تحفه، منظره كان تحفه وطعمه كان احلى. بألف هنا وشفا. ايه رايكم؟ اهي جميله جدا، بصوا مش عايز تطلع. بألف هنا. ايه رايكم يا جماعه؟ بألف هنا وشفا. منظر اكل تحفه. متنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبألف هنا.